تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فتاة تتحدث عن طردها داخل مطعم شهير بالقاهرة تم منعها من الدخول لأنها محجبة. وقالت الفتاة في الفيديو إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فرداً للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحدد تم طردهم من المكان. وتابعت: وتم طردهم بسبب أن هناك تواجد فتيات محجبات معها، وهو شيء لا تسمح به إدارة المطعم، وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم. في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجز الطاولة وأن هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنه خطأ فردي من الموظف الذي تم الحجز الموعد معه. وأضافت الفتاة في الفيديو: أنا حاولت هي وأصدقائها التفاهم مع إدارة المطعم، ولكن منعوها المسؤولون تماما وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن. هاي يا جماعه، انا كنت النهارده هعمل عيد ميلادي. صحابي كانوا عاملين لي عيد ميلادي في 5 واي في مكان اسمه اسكا، ماشي. كنا حاجزين على الانستجرام، ماشي. وفي المسج ما بعتلناش اي انفورميشن ان هو ما ينفعش يدخلوا محجبين. في اماكن بتمنع ان هي تدخل محجبين، وانا ما عنديش مشكله، واصحابي حتى ما عندهمش مشكله. بنغير المكان او بنشوف مكان تاني، بس دول ما قالولناش. فحجزنا 15 شخص، ولما جينا في الميعاد دخلنا، لا قعدنا خلاص لقيناهم بيطردونا. هم بجد بيطردونا من غير اي حاجه. قلنا لهم تبقى ما حدش بلغنا، احنا ما حدش بلغنا ان هو ما ينفعش محجبين. لا، هو ده قانون الرولز بتاعت المكان، وما ينفعش اغير حاجه كده. واللي عمل غلطه من الشخص اللي بعت المسج. طب انا اعمل ايه بالغلطه الشخص دي؟ طب انا دلوقتي انا ايش عرفني؟ ماليش دعوه يتعاقب ولا لا. انا دلوقتي احنا 15 شخص طردنا من المكان، واحنا المفروض جايين في المكان ده ومتشيكين وعاملين وكل حاجه. طب انا هروح فين دلوقتي؟ كده هم طردونا يعني. هم طردونا بمعنى هم قالوا لنا ولا اندور ولا اوت دور. لا، هم قعدونا الاول اوت دور، بعد كده بعد ما قعدنا تاني اوت دور قومونا وطردونا من المكان. فده مش حاجه بروفيشنال خالص، قله ذوق، قمه. يعني انت مكان المفروض مكان محترم ومكان ناس محترمه بتيجي تقعد تحجز فيه. انت مكان اثبتت ان انت مكان زباله، ماشي. ان انت اسكا في 5 ايه ان انت اكون انا حاجزه 15 شخص وتطرد في ذا درايف. ان انا اكون حاجزه 15 شخص وتطرد ال 15 شخص عشان انت عندك غلطه ان في المسج اللي بيبعتوها ما يبعتوش انه في دريس كود او ما ينفعش محجبين زي اي مكان تاني. يبقى ده كده مكان زباله. ولما حاولنا نتفاهم معاهم او نتكلم، راحوا قالوا الولد من الولاد اللي معانا اللي هم هيطلبوا لنا الامن، واللي احنا بنعمله ده حاجه مش كويسه، وهيطلبوا لنا الامن ويطلبونا خالص من 5 ايه. فايه بقى ده اسمه ايه؟ هذا. وعلق مصدر من غرفة المنشآت السياحية والفندقية أن هذا المطعم سيواجه قانون عقوبات في حال أثبت قيامه بطرد المحجبات، وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص، لأن ذلك يخالف القوانين واللوائح السياحية التي تمنع التمييز بشتى صوره، وخاصة تجاه المحجبات. وفي وقت سابق أشار عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن غالبية المطاعم السياحية في مصر لا تضع قيودا أو شروطا لنوعية الزبائن طالما كانوا ملتزمين بالآداب العامة. وإذا ثبت أن هناك تمييز أو إساءة تجاه أي شخص، تتخذ وزارة السياحة والأثر فورا إجراءاتها القانونية ضد هذا المطعم. وأفاد بأنها تضع أيضا في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذي يليق به، والحرية في الاختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية دون انتقاص بأي حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول، وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أحسن خدمة مميزة لهم.